السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بنعمل بقى مع بعض الرز الاحمر بتاع السمك، وهنعمل له خلطة سرية تتحط عليه، خلطة جميلة. ممكن تاكليه مع السمك، وممكن تاكليه مع فراخ، اي حاجة، بطاطس محمرة، فراخ مشوية، لحمة مشوية، تكليف، يعني مع اي حاجة ايه عندك عايزة تاكليه بيها، مش شرط السمك بس هو اساسي للسمك. وبنعمل له ان شاء الله كده، بنعمله بطريقة كده هتعجبكم. واحنا معانا حطينا هنا حبة بصل، حبة زيت، وفرمنا بصل وحطيناه عليه، فرمناه ناعم يا حبايبي، لازم يبقى ناعم خالص، فرم ناعم. وادينا له يعني هنستنى عليه بس يغمق شوية، وبعد كده نضيف بقى الخلطة. ان شاء الله الخلطة تعجبكم، وتجربوا الرز الاحمر الجميل ده وتدعولي وشوفوا الطعم والجمال بقى في الاكل، وان شاء الله كده يعجبكم. احنا كده حطينا البصلة بتصفر، بتحمر اهي، البصلة بتحمر. هنديلها بس اللون البني الحلو ده علشان يدينا لون للرز، علشان يلون الرز معانا. وهنا معانا الخلطة الحلوة اللي بقول لكم عليها، الخلطة السرية. معانا هنا معانا عود قرفة، معانا ورقتين لورو، فلفل اسمر، نص معلقة سكر، معانا كمون وكزبرة في الطبق ده يا حبايب قلبي. كده الطبق ده كده حطينا فيه عود قرفة، ورقتين لورو، البهارات اللي انتوا شايفينها دي يا حبايبي، وحبة فلفل اسمر، ونص معلقة سكر صغيرة. هنضيفها على البصل كده، هنضيفها كده يا حبايبي على البصل، ياخدوا النكهة، البهارات مع البصل بقى كده، البهارات مع البصل زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي. البصل كده خد لون بني حلو، هو ده اللون المطلوب يا حبايبي كده. والبهارات، الله الله على الريحة، الله على ريحة البهارات، الله على عود القرفة الخشب. ياه، لو انتوا معايا بقى هتشموا الريحة ان شاء الله، تجربوه وهتشموا الريحة دي معايا، وهتقولولي تسلم ايدك يا شيف. بصراحة دي احلى رز بقى هتستطعموه بعد كده، مش هتعملوه الا بالطريقة دي. احنا كده اللون ده كده 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 تمام. معانا كمان، معانا فرمنا في الخلاط طماطمية كبيرة، دي طماطمية كبيرة يا حبايبي، هنحطها على البصل كده. الطماطم دي برضو هتدي طعم خطير مع البصلة والتوابل كده يا حبايبي. كده كده حطينا الطماطم، وهنضيف معلقة ملح كبيرة هرمية كده، ونقلب بقى، نقلب كده، نقلب الملح ندوبه. نزود حبة مية بقى معانا، نزود حبة مية سخنين، ولو عوزنا مية نزود تاني. كده مية سخنة، مية سخنة كده يا حبايبي، هنزودها ونحط الرز بقى. هنضيف الرز، حطينا مية سخنة خلاص كده، نضيف الرز معانا كده. نقلب الرز كده. دي طريقة الرز الأحمر، أحلى وأطعم رز هتجربوه إن شاء الله بطريقتي، طعم جدا جدا جدا. نقلب بس عشان كله ياخد في بعضه كده، البصل مع المية مع التوابل، والورق اللورا اهو معانا اهو، وعود القرفة الجميل. هنزود، هنعوز بقى
زي ما عودتكم هنعوز نحط ميه شويه، نزود شويه ميه كده. كده يا حبايبي، كده الرز الميه، شوفوا المعلقه وقفت ازاي زي ما عودتكم، الميه فوق عند راس المعلقه كده يا حبايبي. وما تنسونيش بقى في اللايكات الحلوه بتاعتكم، وتقولوا لي جربتوا الرز ولا لا، وتبعتوا لي لايكات. وان شاء الله اشوفكم لما الرز يستوى ان شاء الله، اوريهولكم مع السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعنا لكم حبايب قلبي، اتفرجوا بقى على السفرة الجميلة دي. الف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. والله كل حاجة في الصينية دي بتتكلم. شفت جمال السمك، شفت السمك الحلو ده، ايه اليوم الحلو ده، ايه الجمال ده يا ولاد، ايه الحلاوة دي. وهنا معانا عملنا الرز الاحمر اهو، الاحمر الاصلي على اصوله زي ما قلت لكم يا حبايبي. يعني الطريقة دي جربوها وهتعجبكم جدا. ومعانا هنا الطحينة الحلوة، ومعانا هنا بقى اهم حاجة في الموضوع البصل والخس. يعني دي الوحيدة عايزة لها فيديو والله عشان اتكلم عليها. يعني البصل والخس احلى حاجة مفيدة للجسم يا حبايب قلبي. واحنا داخلين بقى في الشتاء لازم نكتر من البصل والخس. ده مضاد حيوي للجسم. ده مش هيخلوكوا تاخدوا اي حبوب ولا اي حاجة للبرد طول الشتاء. هناكل مع كل وجبة خصاية وبصلاية خضراء. شفتوا الجمال، شفتوا الحلاوة، شفتوا الحلاوة، ايه الرز الحلو ده، ما شاء الله ما شاء الله. اتفضلوا بقى معانا، الف هنا وشفا يا رب. الرز الاحمر الجميل والسمك المقلي كله بحلقلي. يلا اتفضلوا بقى معانا، الف هنا وشفا يا رب. وما تنسونيش بقى في ايه، في اللايكات الحلوة بتاعتكم. اللايكات الحلوة مستنياها، واشتركوا عندي في القناة، واللي ما اشتركش يشترك. ومستنياكوا حبايب قلبي، والف هنا وشفا على قلوبكم يا رب.